ورشيد رضا كان بيشجعه كمان للكتابة في مجلة المنار اللي اتكلمنا عليها قبل الفاصل. حسن البنا موضوع الخلافة بالنسبة له كانت مسألة منتهية، وهو قال ده في رسالة المؤتمر الخامس للإخوان. قال إن الإخوان يعتبرون الخلافة رمز الوحدة الإسلامية وشعيرة إسلامية. المهم مش عايزين ندخل في تفاصيل الخلافة، لكن اللي عايزك تعرفه إنها موجودة في صميم كتابات حسن البنا والإخوان المسلمين من أول ما تأسست سنة 1928، ودي كانت بعد انهيار الخلافة العثمانية، وده يفسر ليه الاهتمام بموضوع الخلافة عند الإخوان المسلمين. عايزين نرجع بقى لعلاقة الغرب بموضوع بروباجندا الجهاد والخلافة علشان هو ده اللي يهمنا. في مصادر كتير بتقول ان البريطانيين ساعدوا حسن البنا في تأسيس جماعة الإخوان المسلمين من المساعدات اللي كان بياخدها من شركة قناة السويس اللي كانت تابعة ليهم وقتها. وناس كتير اتكلمت في الموضوع ده، لكن محدش اتكلم كتير في المخفي من علاقة الإخوان بالألمان. هتقول لي تاني الألمان، هو مش ده كان في الحرب العالمية الأولى؟ صحيح، بس الألمان والنازية تحديدا بقيادة هتلر كرروا نفس الاستراتيجية تاني للجهاد في الحرب العالمية الثانية، بس المرة دي ما كانتش مع الخليفة العثماني، لكن كانت مع الإخوان المسلمين. ويا ريت تركز في اللي جاي ده لأنه مفتاح حاجات كتير جدا، أهمها البروباجندا الإرهابية. صعود هتلر ودخول ألمانيا في الحرب العالمية الثانية كان متزامن مع انتشار البروباجندا والدعاية والحروب النفسية عن طريق الإعلام. وبالمناسبة البروباجندا أساسا هي اللي ساعدت هتلر في التحكم في جموع الألمان والتأثير على مشاعرهم وأفكارهم باستغلال الظرف الاقتصادي والاجتماعي اللي كانت فيه ألمانيا بعد الهزيمة في الحرب العالمية الأولى، إضافة طبعا لاتفاقية فرساي اللي ذلت ألمانيا ذل لا تتخيلوا. كل الظروف دي استغلها هتلر لصعود الحزب النازي، وعمل وزارة للبروباجندا النازية وكان وزيرها جوزيف جوبلز علشان يقنع الناس بكل الوسائل الدعائية، زي ما كتب هتلر نفسه في كتابه ماين كامف أو كفاحي. هتلر قال الغرض من البروباجندا ليس الإلهاء ولكن الإقناع، يعني أهم نقطة أنك تقتنع أن الكلام اللي بتشوفه أو بتسمعه في البروباجندا حقيقي، وده معتمد على طريقة تقديم الرسالة وتكرارها قدامك. هتلر استخدم البوسترات والقصص المصورة والمنشورات واستغلها أبشع استغلال في بروباجندا ضد خصومه وفي الترسيخ لفكرة الحزب النازي وبناء أسطورة هتلر اللي وصلت لحد عندنا هنا في الشرق الأوسط، ولسه في ناس عايشة في الوهم لحد دلوقتي وبتقول لك يا ريت أيام هتلر ترجع تاني. ما تستغربش، لسه التقيل جاي ورا. هتلر كمان كان مسيطر على المدارس، والبروباجندا بتاعته وصلت المدارس والأطفال، وكمان استغلهم في الدعاية للحرب زي الطفل اللي انت شايفه ده، وكان محارب في جيش النازي. هتلر استخدم الشباب والأطفال كسلاح مهم في الحرب، وكان ليهم معسكرات خاصة كمان. والموضوع وصل لملايين الشباب والأطفال، وفي منهم لسه عايشين لحد دلوقتي بالمناسبة. طبعا ده اكيد بيفكرك باستغلال الاطفال من جماعه الاخوان المسلمين، وهم جايبين لك الاطفال الابرياء وبيقولوا لك مشروع شهيد، وحماس كمان في العروض اللي بتعملها للبروباجندا والدعايه. وده كمان بيفكرك بالعرض العسكري اللي عمله الاخوان في جامعه الازهر، فاكر ولا نسيت؟ وحتى داعش دلوقتي بيستخدموا نفس الاساليب وعاملين مدارس لتدريب الاطفال على القتال. دي حاجه جميله خالص، يعني افكار النازيه لسه موجوده لحد دلوقتي في وسط الافكار المتعفنه بتاعه داعش والجماعات الارهابيه. جوزيف جوبلز مدير بروباجندا النازي استخدم الراديو علشان الأفكار دي توصل لأكبر عدد من الناس، لدرجة أنه أشار على هتلر أنه يصنع راديو رخيص جدا علشان ينتشر، وكانوا مسمينه راديو الشعب، وما كانش بيستقبل أي محطات أجنبية غير محطة النازي بس. طبعا أنت هتسألني وإيه اللي وصل الأفكار دي للمتأسلمين زي جماعة الإخوان وحماس؟ سؤال وجيه والإجابة عليه صادمة للأسف. وقت الحرب وفي عز البروباجندا بتاعة النازي، الحاج محمد أمين الحسيني اللي اتكلمنا عليه في مؤتمر الخلافة قبل الفاصل تواصل مع الألمان، وبعد ما اختلف مع الإنجليز اللي كانوا معينينه مفتي أساسا. الحاج أمين الحسيني كان عضو في جماعة الإخوان المسلمين وصديق مقرب لحسن البنا، وكمان مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في فلسطين، وكان مفتي القدس ساعتها، وحياته عليها علامات استفهام كتير تعمل حلقات مش حلقة واحدة. الحاج أمين الحسيني قابل هتلر شخصيا وعينه هتلر مسؤول البروباجندا العربي في الرايخ الثالث، وكان كمان عضو في الاستخبارات السرية الألمانية خلال 4 سنين متواصلة.
وكان كمان على علاقة مباشرة بهاينريش هيملر رئيس فافن اس اس أو الجناح العسكري التابع للنازية. وأمين الحسيني كاتب الكلام ده بالمناسبة في مذكراته عشان اللي عايز يدور. مش بس كده، من ولع أمين الحسيني بهتلر كان عامل له سجادة فارسي عليها صورته. أمين الحسيني هو مهندس الجهاد الألماني للمرة الثانية، بس المرة دي مع النازية. أمين الحسيني كان بيجند كمان مسلمين علشان يحاربوا مع هتلر في الحرب العالمية الثانية، وبالذات من الشرق الأوسط والجمهوريات السوفيتية المسلمة والبوسنة والبلقان. أمين الحسيني كان مسؤول عن البروباغندا العربي في جيش النازي، وهو اللي وصل كل الأفكار النازية اللي دخلت في أدبيات الإخوان المسلمين من بداية تأسيسها واللي لسه موجودة لحد دلوقتي. شوف الصورة دي مثلا كده وقول لي، مش دي تحية النازية برضو ولا أنا بتهيألي؟ الألمان كمان ساعدوا وقتها حسن البنا في مصر بمطابع علشان المنشورات بتاعة الدعاية للحزب النازي. أمين الحسيني كمان كان شغال بروباغندا في الراديو مخصوص للشرق الأوسط، وحتى المنشورات اللي كانت بترميها الطيارات الألمانية على المنطقة كانت من كتابات أمين الحسيني. وأمين الحسيني هو حلقة الوصل بين الإخوان المسلمين وأفكار النازية اللي استغلت برضو الجهاد لأغراض سياسية زي ما أنت شايف في الورقة اللي قدامك. الأنيل بقى أن حسن البنا نفسه كان متعاطف مع الألمان، وكتير من المشايخ وقتها كانوا بيرددوا في مظاهراتهم إلى الأمام يا رومل، وقت ما كان رومل على الحدود العالمين المصرية. طبعا في حد ظريف ممكن يقول لك يا أخي الإنجليز كانوا احتلال والإخوان كانوا بيحاربوا الاحتلال الإنجليزي. يا راجل، والألمان ما كانوش احتلال، والإيطاليين ما كانوش احتلال. يا راجل، ده وصلت بيهم البجاحة لأنهم يقولوا على هتلر الحج محمد هتلر علشان أعلن إسلامه. يعني نفس الخيبة اللي حكيناها في الحلقة اللي فاتت لما المشايخ أججوا الناس للجهاد مع الألمان في الحرب العالمية الأولى علشان الإمبراطورية الألمانية دخلت في الإسلام. مش بس كده، حسن البنا نفسه كتب في مجلة النذير إن ألمانيا وإيطاليا هيعتنقوا الإسلام، أكبر عملية تدليس باسم الدين زي ما أنت شايف، واللي لسه شغالة لحد دلوقتي. وبما إن الخيبة لسه شغالة وإحنا بننسى، عايز أفكرك بكلام الفيلسوف الألماني فريدريك هيجل لما قال: لقد تعلمنا من التاريخ أننا لا نتعلم أبدا من التاريخ. استنونا في حلقة جديدة وأتاك توك على القاهرة والناس.